تعبان ما تريح. تعبان ما تريح. اقعدي اوعي تهزيه، اقعدي تابعي من تليفونك. يلا يا جماعه عشان تشوفوا الكارثه اللي انا فيها، واوريكم الكارثه معايا كده يعني. جمعوا بس الاول كده عشان اوريكم الكارثه. ده الكارثه. ده الكارثه. فين اليد بتاعتها اللي انت خدتيها معاكي؟ يلا اتجمعوا كده عشان اوريكم ايه اللي حصل، اوريكم انا عملت ايه، واوريكم الصدمه اللي انا كنت فيها عامله ازاي. تسلمولي تسلمولي. شيرين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هدير ده نورك يا قلبي، تسلميلي. رانيا ما نحرمش منك ابدا. ريري تسلمي يا رب. جنة الرحمن تسلميلي. يلا اتجمعوا كده عشان اوريكم انا عملت ايه في نفسي النهارده. طلعت الجنونه من قيمه اسبوعين كده او ازيد من اسبوعين، ودخلت على ايه، على الحاج امازون. قعدت اقلب فيه كده، لقيت حاجات حلوه كتير. تمام. اللي خلاني دخلت عنده اصلا ان انا شفت فيديو لواحد بيجرب قالب كيك، وبيقول ان قالب الكيك ده بيعمل الكيكايه في 15 دقيقه بالظبط. 15 دقيقه بالظبط تكون طالعه عندي كيكايه. قالب كيك ويعمل الكيكايه في 15 دقيقه، يعني انا ممكن في ساعه. يعني الكيكايه العاديه بتاخد من 35 ل 45 دقيقه، ولو انا مضاعفه المقدار ممكن تاخد ساعه او ازيد من ساعه. 15 دقيقه ده بجد، ده احنا نعمل اللي ما يتعملش. طيب دخلت على امازون. رحت طالبه الجهاز. ده الجهاز، ادي الجهاز اهو. ده الجهاز اللي انا شفت الفيديو بتاعه، ومش اعلان مش اعلان مش اعلان، اكيد مش بعمل اعلان لامازون يعني. عشان انا عارفه متاكده ان اول ما اي حد مش سوي ويدخل يلاقيني حاطه الجهاز كده، يروح كاتب لي في الكومنتات: هو انت مش ببطلي اعلانات؟ هو انت حياتك كلها بقت اعلانات؟ اهو والله جاي من امازون اهو. استنى، من امازون. اكيد امازون مش محتاج ان انا اعمل له اعلان يعني. بعدين ده انا طالعه يعني اتكلم عن كارثه حاصله، فاكيد مش هطلع ذمي فيهم يعني. فاصحاب القلوب السوداء اللي هيطلعوا اول ما يشوفوا الجهاز يقولوا لي اكيد بتعملي اعلان، لا والله مش اعلان يعني. ادوا نفسكم كده فرصه دقيقه كده، اتفرجوا على الفيديو وشوفوا الكلام اللي انا بقوله وبسمعوه، وبعد كده قولوا. المهم اختكم نونا راحت اشترت الجهاز، ومش رخيص. المشكله ان هو مش رخيص. عارفين لو هو كان كويس والله ما خساره في الفلوس. كنت هديه الفرح، هشيله الفرح في جهازها واقول ايه، سهلت عليها ايه ان هي تقعد جنب الفرن ايه ساعه الا ربع ولا ساعه. وكانت الصاعقه. بص، هو من اول ما انا ما شفت الفيديو قلت ايه، استحاله هو ما قلبش الكيكايه ليه؟ طب هو شكلها من فوق حلو ومتحمر وكل حاجه، قطعها من جوه الكيكايه مكتومه غير ما احنا ما بنعملها خالص. طيب انا مش هحكم على حاجه لما اجيبها. والله باظت هنقول ان هي ايه، ربنا يعوض علينا في فلوسها. والله نجحت يبقى من نصيب فرح وايه واشيلها لها. طيب تعالوا دلوقتي نجرب مع بعض. المقادير هم مدينا ورقه مع المقادير، هي فين؟ اجيب لكم الورقه. هم جايبين ورقه مع الجهاز، الترجمه بتاعته المقادير بتاعت الكيكه اللي بتتعمل فيه. انا ما جربتش ان انا اعمل الكيكه بمقداري انا، تمام، اللي هي دايما الحمد لله ناجحه معايا.
فقلت يمكن الجهاز لمقدار معين. طيب نمشي على المقدار بتاعها. فالمقدار اللي انا هعمله ده مش الكيك بتاعي، المقدار ده بتاعهم هم اللي مبعوث مع الجهاز. المقدار اللي هنشتغل بيه دلوقتي ده بتاعهم هم. طيب تعالوا كده نبدأ الأول. بصوا المقادير بتاعتهم بتقول ان هما المقدار ايه؟ 5 بيضات. انا حاطه عليهم فانيليا، ماشي، 5 بيضات ومعاهم فانيليا، تمام، بالشكل ده كده. معاهم المقدار اللي هو كاتبينه، معاهم 200 جرام من السكر بالشكل ده. بيتقلبوا كويس قوي مع بعض. عايزه تحطيه في الخلاط ما عنديش اي مشكله، بس بنقلب كده مع بعض. معاه ايه؟ 250 جرام من السمنه. حاطين 250 جرام سمنه. المقدار ده يا حبايبي اللي هم باعتينه، اللي هم كاتبينه في الورقه اللي مع الجهاز، تمام. يبقى 5 بيضات، حطينا 200 جرام من السكر، حطينا كمان 250 من السمنه. بنخلط ده كله كده مع بعض. عاملين كمان 200 مللي من الحليب، 200 مللي من الحليب. بنضرب كله مع بعض وبندوبه كويس. حاطين معاهم 5 جرام بيكنج باودر و400 جرام من الدقيق. انا نخلاه. هبدا اخلط كل المكونات دي كلها كده مع بعض، وهوريكم شكل الخليط هيبقى عامل ازاي، وهوريكم لما نشغل الجهاز ونعمل فيه الكيك نشوف اللي هيطلع عامل ازاي. بجمع اللي في الجوانب كله بالشكل ده. هو المقدار بتاع الخليط بتاعهم اصلا تقيل. بصوا شايفين المنظر؟ بس لازم اخد كل الدقيق. خير خير خير. استنوا نمسح ايدينا. عشان الناس اللي بتقولي في البرنامج بتستخدمي مناديل محدش بيستخدمها، انا عايزه اقول لكم ان اكتر حاجه بستخدمها في بيتي هي المناديل. نخلط كده. طب يعني ايه؟ يعني احترم نفسك طالما اخلص. جمعوا كده عشان نشوف التسويه بتاعه الكيكايه ربع ساعه فعلا ولا ايه الدنيا، عشان لو اي بنوته حبت ان هي تجيب الجهاز دوت من على امازون تبقى عارفه هو هينفع معاها ولا لا. تمام كده عملنا الخليط بالشكل ده، خلطنا كل حاجه فيه. هبدا بعد كده ابدا اشغل الجهاز. بصوا بقى الجهاز بيقول ايه. شيل يا فرح بقى الجهاز اهو عشان اوريكم. في هنا لمبتين، لمبه حمراء ولمبه خضراء، تمام. اعمل كده واروح مشغله الجهاز. اللمبه الحمراء نورت، بفضل سايباه ما اجيش جنبه خالص لحد اللمبه الخضراء ما تنور. تعالوا بس اوريكم هو من جوه عامل ازاي. بصوا هو بيبقى كده، اليد بتاعته اهي شايفين، وده الجهاز اهو ماشي. نعمل كده في جوه دي علشان ترفع لك الكيكايه بعد ما تستوي اهي. هقفل كده
واستنى لما اللمبه تنور اخضر، ويبقى هو كده الجهاز جاهز ان انا احط فيه خليط الكيك. تعالوا كده نفضي خليط الكيك في حاجه علشان يبقى سهل ان انا اصب على ما اللمبه الخضراء تشتغل. وروني كده بتقولوا ايه؟ ليه ردك ده حقيقي لسان؟ والله ما هرد، والله ما هرد. اخلص بس اللايف عشان الناس المحترمه اللي معايا، وبعد كده ارد على الناس اللي مش محترمه. بصوا كده بس بفضي الخليط علشان اعرف اصبه في القالب بسهوله بالشكل ده كده. بقيه الخليط لسه في الطبق علشان ايه؟ نفضيه. لسه كل ده الجهاز ما سخنش ولسه ما اداش اضاءه خضراء. اول ما يدي اضاءه خضراء ابدا ان انا اروح حاطه فيه الخليط على طول. حبيبتي ريماس الالماس، تسلميلي، ما تحرمش منك ابدا يا رب. نجمة سماية انت عسل قوي يا شيف نونة، وكل عمايلك عسل زيك، الله يسعد لي قلبك. بكام يا شيف؟ لا بكام دي يعني هقولها لكم في اخر الفيديو ونشوف اذا كان فعلا يستاهل ان هو يدفع فيه الرقم دوت ولا لا. الخليط بتاع الكيك اهو انا صبيته، وفي بقيته لسه اهو، بقيه الخليط اهو. تمام. اللي انا شفته في الفيديو ان الخليط ده بيعمل 2 قالب مقاسهم مظبوط، والتالت بيطلع نص نص. بصوا كده الجهاز نور معايا، معنى ان اللمبه الخضراء دي كده نورت يبقى الجهاز كده ايه؟ جاهز ان انا احط فيه الخليط. ببدا افتح كده والخليط عندي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا ان انا اصب كده. بنفضي كده بالشكل ده، افضي كل اللي جوه، املأ القالب بالشكل ده كده. وبصوا بقى، اول ما اقفل كده بروح قلبه ده كده يتقلب، اول ما اقفله يتقلب. اول ما اقفل يتقلب كده. والمفروض ان احنا الساعه دلوقتي كام؟ 9 و9، 15 دقيقه بالظبط ونختبره. 15 دقيقه بالظبط ونختبره. فهنشوف بعد ال 15 دقيقه بالظبط هل فعلا التسويه هتبقى مظبوطه والكيكايه تبقى هشه ما تبقاش مكتومه وتبقى تسويتها حلوه وتمام. لو بعد ال 15 دقيقه طلع الكيك مظبوط جدا وطلع زي ما احنا ما بنحبه هش وجميل كده، يبقى مش خساره فيه الفلوس خالص. لكن لو طلع بقى مكتوم وطلع مش مستوي من جوه وطلع مش الشكل اللي انا عايزاه، يبقى ربنا يعوض عليا في الفلوس، واي واحده تشوف الجهاز ما تجيبهوش. ساجده لربي اجيبه من فين؟ انا جايباه من على امازون، بس احنا لسه بنختبره مع بعض، بنشوف هو فعلا يستاهل الفلوس اللي اتدفعت فيه ولا لا، وبنشوف فعلا هو هيسوي الكيك في 15 دقيقه ولا لا. عايزه بس مش عايزه احركه. طب اول حاجه فيه ان هو السلك اهو ثابت معانا اهو. هبدا ان انا عايزه افضي كل اللي في القالب ده، اللي في الجار، عشان لما اجي اعمل القالب التاني انزله بسهوله من الطبق. انا كنت فاكره ان هو لما يتحط في الجار هيبقى اسهل، لكن لقيته تقيل. فخلينا نعمله ايه من الطبق بتاع الكيك على طول. احنا ايه حطيناه 9 و9، الساعه 9 و9 دقايق، 9 ونحط عليهم 15 كم؟ 24
يعني 9:24 بالظبط نفتح عليه. شم فيه ريحة وفي دخان فربنا يستر. بصوا بقى في الفيديو اللي انا شفته، اول كيكايه خدت 15 دقيقه، لكن تاني كيكايه قال ايه؟ تاني كيكايه علشان الجهاز هيبقى سخن فممكن يبقى واخد 10 دقايق بس. فبعد ال10 دقايق بيبدا ان هو يختبر الكيكايه، لقاها لسه مطلعه خليط في الخله او في السكينه، بيروح قافل عليها ويكمل السوا بتاعها تاني. اسمي فاطمه عبد الله. يا شيف نونا اسمك الحقيقي ايه؟ انا قلت كتير قوي والله، اسمي نعمه من ربنا. سعره كام؟ بيدو هقول والله في اخر الفيديو. حاضر. زوزة تسلم ايدك يا اجدع ما في الدنيا حبيبتي، الله يسعد لي قلبك. تسلموا لي. هقول لكم والله سعره كام، بس نشوف الاول هو هيدينا تجربه ناجحه ولا لا قبل ما نتكلم في سعره. مش نشوف هو فعلا يستاهل السعر اللي اتدفع فيه ولا لا. احنا جايبينه يا جماعه من على امازون، نشوف هو يستاهل الفلوس اللي اتدفعت فيه ولا لا. كده الساعه كام الساعه؟ شوفي الساعه كام. 9:13 واحنا المفروض 9:24. طيب زودي الاضاءه شويه عشان اضاءه التليفون نزلت. لا دي ولعي الاضاءه تاني. ام زين لو سمحت يا شيف، كل ما اعمل كيك الاقيه مكتوم. هقول لك على طريقه تعملي بيها الكيك وهتلاقيه معاكي زي الفل. ولعي كله. ولعي. ايوه ده. انت مش حطيتي كيك شيف؟ انا قلت ان انا حطيت 5 جرام بيكنج باودر على الدقيق. الاضاءه غامقه مش شايف، بس لا تمام. يا مريم بتقولي يا جماعه حطيت بيكنج باودر على الدقيق. 5 جرام بيكنج باودر على الدقيق. يا ترى يا هل ترى تفتكروا هتطلع ايه؟ هيطلع فعلا مظبوط ولا هيطلع اكذوبه؟ يا خساره البيت. طب مش لما لما نشوف. طيب لما نشوف هنشوف الاول النتيجه ايه. ايات ايمن شفنونا نوع طقم حلل الومنيوم حلو والميزانيه مفتوحه. بصي احلى الومنيا انا جايباها من عند برادز هاوس، اللي عامله قطم الومنيا من كيتشنوفا. ادخلي على صفحه كيتشنوفا هتلاقي فيها قطم الومنيا حلوه قوي. وعايزه اقول لكم ان انا لسه برضو جايبه منهم طقم حلو جدا جدا. هوريه لكم، هاجي استعمله في مره واوريه لكم. استنوا ربي يعطيك الصحه. لو طلع ما لحقتش اشوف، اديني كده تليفونك اشوف الكومنتات من عليه. في دخان طالع، في ريحه طالعه بس مش ريحه كيك، يعني الريحه اللي طالعه ريحه خبز عاديه او ريحه مش ريحه الكيك الحلوه اللي احنا بنحبها دي. فهنشوف الساعه كام. 9. شيف نونا هل يستهلك كهرباء كتير؟ وشكرا. والله مش عارفه بيستهلك كهرباء كتير ولا لا، بس هو اصلا 1200 واط الجهاز. 1200 واط. هي اول مره تعملي على الجهاز دي؟ اول تجربه يا شيف. لسه جايباه وبتاع ده. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا نجربه سوا. معلش انا عايزه اعمل حاجه. عايزه اقفل. خلاص رجع. كده فاضل كام؟ 17. يعني فاضل ايه؟ 5 دقايق. لا 7 دقايق. حبايبي تسلمولي يا رب، ما نحرمش منكم ابدا. حبيبتي يا غاده تسلمي.
الله يسعد لي قلبك. انا حبيبه علي، مساء الخير والسعاده، مساء الهنا عليكي. فاضل كده بقى كام؟ لسه 9 و17. تتوقعوا اكتبوا لي كده في الكومنتات تتوقعوا ايه؟ سخن هنا سخن. يا ترى يا ترى يا هل ترى هيطلع ايه؟ يا ترى يا هل ترى هيطلع تجربة ناجحة وهبقى كسبت الجهاز وما هدرتش مقادير والحاجة ما باظتش مني، ولا هستعوض ربنا في الفلوس اللي دفعتها؟ نورك يا سماح، تسلميلي. شفنونا ممكن نوع كويس واقتصادي لإزالة الدهون. بصي يا يارا، في لايف انا عاملاه اول امبارح لماجيك، والله العظيم ممكن ناس كتير تلاقيه ان هو غالي، بس حطي في دماغك ان لو هتجيبي ازازه مثلا ب 75 جنيه ولا ب 80 جنيه ولا اقل حتى من كده، ممكن يعني ازازه واحده من ماجيك ممكن تستخدمي قصادها 3 4 5 ازايز من اي حاجه تانية. شاذة بتقولي بيقولوا هتطلع حلوه بس خليها تبرد خالص، يعني متكيه قوي على تبرد. ايمان ازيك يا اجدع شيف، متابعاكي من المغرب، استفدت منك في حاجات كتير، ربنا يوفقك حبيبتي، تسلميلي، واحلى تحيه لاهل المغرب. وانتي طيبه يا بسمه امل، تسلميلي. نوع عجان كويس ويكون سعره مش غالي. رافال حلو جدا، ومش شرط تجيبي اللي انا جايباه 3 في 1، ممكن تجيبي حاجه واحده بس، عندهم عروض كتير عليه. الساعه بقت كام؟ فاضل 5 دقايق، 5 دقايق ونفتح الجهاز. لو دي ما طلعتش ناجحه انا مش هعمل التانيه. وش كده لو دي ما طلعتش ناجحه وما عجبتنيش. عايزه اقول لكم في بخار طالع كتير. مين متفائل ومين مش متفائل للتجربه؟ ام هاشم تسلمي لي، ما نحرمش منك. من سخنه من هنا بتسخن. انت بتعملي كده عشان الريحه، صح؟ فرح عماله تعملي كده عشان الريحه. بص، هو بتقولي اكنها محروقه، هو مش ريحه كيك. خلينا متفقين ان الريحه اللي طالعه من الجهاز مش ريحه كيك. ايه تتوقعوا ايه؟ فاضل كام؟ فاضل 4 دقايق. 4 دقايق ونشوف التجربه ايه. 4 دقايق ونشوف النتيجه. هل الجهاز ده فعلا بيطلع الكيكه مظبوطه زي ما احنا ما بنعملها في 15 دقيقه، ولا بيعمل ايه بالظبط؟ ولا هتطلع تجربه فاشله والجهاز اصلا فاشل؟ تفتكروا هيطلع جهاز ناجح ويستاهل الفلوس، ولا هيطلع جهاز ملوش اي لازمه ومفيش حاجه اسمها ان الكيكه تاخد ربع ساعه؟ تفتكروا ايه؟ ام احمد كل الشكر والتقدير. نونا ربي يعطيك الصحه والعافيه ويسعدك حبيبتي. الله يسعد لي قلبك يا رب، تسلمي لي. اي حد موجود معانا على اللايف بيدعي لي دعوه حلوه، ربنا يرزقه اضعاف 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 اضعافها، ما نحرمش منكم ابدا. تفتكروا ايه؟ هي اللي انتي لابساها دي سبحه؟ ودي سبحه، ومش جايباهم من مكان غالي، جايباهم من الحسين. دي كنت جايباها من الحسين ب50 جنيه، بس عجبني فيها الحب بتاعها شكله غريب. بصوا شكلها عامل ازاي، الحب بتاعها صغير قوي. كنت اول مره اشوف سبحه بالحجم ده، يعني السبح على طول بيبقى الحجم ده او الاصغر او الاكبر، لكن اول مره اشوف سبحه ما شاء الله عليها بالحجم ده، فكانت عجباني جدا.
واشتريتها من الحسين ب50 جنيه، وبدات ان انا اقول عليها ورد. بدات اتفائل بيها. انا لما بمسك سبحه في ايديا وببدا ان انا اقول عليها ورد وبلاقيها ماشيه ما شاء الله، بتخليني اقول كتير واسبح كتير، بتفائل بيها فما بقلعهاش. فهي من ساعتها معايا. ودي نفس النظام برضو، عليها ورد معين. والريحه طالعه ومش قادره اقول لكم، اكن حاجه بتتحرق، اكني حاجه بتتحرق. فاضل قد ايه والوقت يخلص؟ هاتي لي كده سكينه من بتوع السفره. فاضل دقيقه واحده والوقت يخلص. تعالوا نشوف دلوقتي الدنيا اخبارها ايه. 24 بالظبط. هنقلب الجهاز ونفتح. بسم الله. توقعوا ايه بسرعه؟ تتوقعوا ايه بسرعه؟ هيطلع شكلها عامل ازاي؟ ها، ان شاء الله خير وهتطلع جميله. لو طلعت جميله يعني الحمد لله على كل حال طبعا، يعني هيبقى من نصيب فرح. ممكن اعرف نوع حل الضغط احسن ايه؟ انا والله حلة الضغط اللي عندي ماما جايباها لي من قبل جوازي، ومش من مصر يعني. حبايبي تسلمولي. ها 24. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى بنعمل كده وبنروح قلبين الكيكايه او القالب تاني زي ما كان. بسم الله. انا مش هعمل القالب التاني عموما، فهقفل الجهاز. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، هو المفروض ان دي اليد بتاعتها شايفين؟ بصوا المنظر. اهي وقعت من على البتاع. مش حاسه ان هي كيكايه. بصوا انا عماله اقول لكم في ريحه شياط، فانا مش حاسه ان هي كيكايه. طلعت ملسوعه غير اللي انا شفتها في الفيديو خالص. الله يصلح حاله بقى. نجيب طبق نطلعها فيه علشان نشوف. هاتي يا فرحة، هاتي طبق بسيط. هو المفروض ان دي اليد بتاعتها اللي بتطلع الكيكايه كده. فطبعا انا اول ما مسكتها وببص من تحت كده راحت متزحلقه. فهحاول ان انا اطلعها بمعلقه خشب. في الفيديو الله يصلح حاله طبعا، في الفيديو هو راح مطلعها كده وحاططها على الطبق، قطع وراح طبعا هو عشان الفيديو مش لايف فراح قاطع وما جابش الكيك من تحت، بس هو الحرف بتاعه من تحت باين ان هو مش مستوي. بصوا المنظر، بصوا شكلها مش كيك خالص خالص. بصوا الشكل عامل ازاي، مكتومه، مش كيكايه يعني. بصوا هاتيلي سكينه. بصوا المنظر، هو بقى في الفيديو حاططها على الجزء ده كده، وكان افتح من كده. الله اعلم بقى هو لاعب في الاضاءه ولا عامل ايه. بصوا المنظر، بصوا من هنا. عجينتها تقيله، ده مش مقدار كيك اصلا، العجينه تقيله قوي. بصوا ربنا يعوض عليا في الفلوس، بس والله ما زعلانه. عارفين ليه؟ لا مش هتنفع برضه. فرح بتقولي ممكن يتعمل فيها بانكيك. عارفين انا مش زعلانه ليه؟ علشان لما انا اعمل حاجه زي كده وربنا يعوض عليا في الفلوس، مفيش اي بنوته داخله على جواز او اي واحده تشوفها على نفس الموقع بتاع امازون وتروح تشتريها وتقول ايه ده وتصدق اللي بيحصل.
انا قلت والله بصوا المنظر، شايفين مش كيك، عيش ومبلول وعاملينه عجين. بصوا ده محدش يجيبه، محدش يقع في يعني يغلط غلطتي. الناس اللي كانت بتسأل على الجهاز ده ب 1500 جنيه. تنفع للعيش؟ اعمل العيش ازاي مخروم كده؟ ما ينفعش للعيش، بيكتبوا تنفع للعيش؟ لا ما ينفعش العيش. الجهاز ده انا جبته من على امازون ب 1500 جنيه. تمام؟ اوعوا اي عروسه او اي واحده شافته وتقتنع بالفيديو وتعمل له شير اللي هو بتاع الشخص اللي انا شفته ده، لان انا لما شفته قلت يا نهار ابيض، طب انا هجيب واجرب. فانا والله ورب شاهد عليا انا ما زعلانه على الفلوس، علشان في ناس كتير هتستفاد بعدين. في ناس كتير هتستفاد من الفيديو ده لما اقول لكم لا ما تشتروهوش، ما ترموش حاجات كرم من ربنا، وان شاء الله ربنا هيعوضني على الفلوس اللي باظت ديت. تجربه مش حلوه خالص، تجربة سيئة جدا جدا جدا، يعني شدوا تحت جدا دي مليون خط. مالها الصواني الألمونيا؟ أثرت معانا في حاجة؟ تعالوا نحضر لكم فجأة. سيبوكوا بقى من الهري بتاع أمازون ده كله. ارمي يا بنتي الخليط دوت، ربنا يعوض عليه. أوريكم حاجة حلوة، تعالوا. ايه رأيكم؟ نشيل ده ابو 1500 جنيه اللي ما عملناش اي حاجه وبوظ لنا مقادير. هشيله خالص، انا شلته مش هيقع ما تقلقيش. الكيكايه دي مكلفاني 1500 جنيه. نيجي لدي بقى، شايفين الشكل؟ صينيتي الالومنيا. ماله القالب الالومنيا؟ اثر معانا في حاجه زي الفل وزي العسل اهي. شايفين علوها؟ الله اكبر اللهم بارك، الله اكبر اللهم بارك. شايفين؟ طب عملنا دي ازاي؟ بكره ينزل لكم الفيديو بقى. انا قلت تعالوا اعمل لكم اللايف، كنت عاملاها ومسوياها اصلا في الفرن، وقلت بكره انزل لكم الفيديو. ادي وادي اللي مكلفاني 1500 جنيه. حسبي الله ونعم الوكيل، بس والله ما زعلانه، فدايا وفدا البنات اللي هتروح تشتريه وتتغر فيه. ده خلاص كده هنرميها. الحمد لله. لكن الجميله دي الفيديو بتاعها ان شاء الله باذن الله ينزل لكم بكره عشان تشوفوا عمايلنا الحلوه في الصينيه الالومنيوم. من خرج من داره اتقل مقداره، ما اثرتش معانا في حاجه. ده كان اللايف بتاعنا النهارده، مش عايزه اطول عليكم واروح بقى ايه. تعالوا كده، لا في الفيديو عشان تشوفوا شكلها من جوه لما تتقطع. تابعوا بقى الفيديو بكره ان شاء الله، تشوفوا الطريقه وتشوفوا المقادير وتشوفوا سويناها ازاي بالشكل ده كده. والعلو ده الله اكبر خد تسويه قد ايه في الفرن، والمقادير بتاعته، وهقطع لكم منها قطعه وهتشوفوها برده في الفيديو ان شاء الله باذن الله. بحبكم جدا في الله، وربنا يقدرني دايما 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 ان انا اكون في خدمتكم وان انا اقدر افيدكم كتير.